بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. بقول الله يا شباب نكمل مع بعض دلوقتي النموذج السادس في اختبارات الوزارة. بيقول لك يا سيدي انقسم المؤرخين تجاه تقييم الثورة الفرنسية، بعضهم تعتبرها ثورة دموية، طبعا هم أقدموا بال16 فدموية بالنسبة لهم، بعضهم يعتبرها مفتاح الحرية للعالم، لكن الجميع أجمع على أنها كانت ذات تأثير إيجابي على إيه؟ إيجابيا على قضاء على الملكية داخل أوروبا. أوروبا ما قضتش على الملكية، دخلوا قضوا على الملكية في فرنسا بس. انتهى نفوذ بريطانيا في انجلترا في العالم، ده ما حصلش طبعا. تغيير مسار تجارة العالم من الشرق، ده غير مسار تجارة العالم من الشرق، ده هو اكتشاف فراس رجاء الصالح، ده برضه اوت. هو طبقة العامة يمس والله، لأن هي فائدة الطبقة العامة والطبقة الوسطى. طيب اللي بعده، يستثني من أوجه النقد نظام الحكم العثماني قبل مجيء الحرب الفرنسية. النقد ده قبل الحرب الفرنسية ما تجيلك. كسر المدة الوالي لا يمس والله، ما حصلش. يعني ده مش ايجابي، هو استثني من النقد، حاجه مش نقد، لكن ده عيب لان خد الوالي اهتم بجمع الاموال وما اهتمش بالدوله. الصراعات المحليه ده برضه عيب، ده مش ميزه. طيب حدوث استقرار على الحكم السلطه، مش والله هو فعلا كان في استقرار في الحكم شويه. ازاي يا باشا؟ ما كانش في صراع على السلطه يا حبيبي، ان ما كانش الوالي يقدر ان هو يستقل، ان كان في 3 هيئات بتراقب كل مهمه الاخر. طب زيادة نفوذ الديوان ده برضو كان عيب. الإجابة عندك هتكون جيم، ده مش نقد، هو عايز حاجة مش نقد. كده بيقول لك جاء بتعريف الحرب النفسية لممارسة التأثير النفسي بغرض تقوية وتدعيم الروح المعنوية للجهة المنفذة وتحطيم الروح المعنوية لأفراد الخصم بعيدا عن العمليات العسكرية، بنظرة إلى أحداث الحرب الفرنسية الأحداث التي استخدمتها إنجلترا لتحقق هذا المفهوم من الحرب الفرنسية. حاجة بيقول لك تعرف إنها حرب نفسية، قضينا عليهم معنويا. قضينا معنويا مس والله. بيقول لك تأثير نفسي بغرض تقوية الناس التي تدعم الروح المعنوية جهة المنفذ، وبتحطم الروح المعنوية أفراد الخصم، بتقوي الروح المعنوية وتخفض الروح المعنوية الخصم بالراحة. خزينة الخلفية البحرية فعلا يمس والله، بدون تخصص إن هم محاصرين داخل مصر وضرتهم هم شوية نفسيا، بس والله يا باشا بكل بساطة ما فادتش انجلترا نفسيا. طب رفض انجلترا تفكيك العريش والله تنفع، سيبها شوية أقول لك جت منين. دعم انجلترا الصعيد ما حصلش. حرص انتحار النمسا على فرنسا بأوروبا ملهاش علاقة. طيب بكام انجلترا فدي لأ. طب هاخد به ليه؟ لأن فرنسا عايز تمشي، مش هتمشي، متحصرين، فهو يمس هنا معرفوش يمشوا في روحهم معنويا، الحملة قلت. في المقابل انجلترا هي اللي مسيطرة، هي الكعبة أكبر، فالإجابة عندك هتكون به. 4. ظهرت معظم الإنجازات الفرنسية بمصر خلال فترة حكم مينو. استدل من ذلك على إيه؟ ليه معظم الإنجازات كانت في عهد مينو؟ بصراحة ما كانش في عهده في اضطرابات، ما كانش في ثورات، ما كانش في مقاومات. الإجابة عندك جيم بكل بساطة، الهدوء اللي ساد في البلاد في عهده. طيب اللي بعده 5. يقول مسيو جومار لو أمكن محو هذه الصفحة معلش من تاريخ مصر رسول محمد علي أبعد ما يكون عن حكامه. طبعا بيتكلم على الكلام ده على مذبحة القلعة. يقصد بيها مين يا باشا؟ مذبحة القلعة، مكملش كتير. ظهر أول تأثير سياسي حملة فرنسية على الشعب المصري يوم 19. أول تأثير سياسي لما وقفوا قدام المماليك، أول منزاقة هي بس والله مرارة اللي حصل يا سيدي من حملة فرنسية أو الوعي اللي عندنا كان المماليك. طب بص، تحدي قرار السلطان بين محمد علي في جدة ده كان 1805، كان مايو 5 بالظبط، مايو 5. قصد خورشيد باشا وتعيين محمد علي كان يوليو و5. معارضة خروج جند بن أرناؤوط ده برضه ده كان في حكم خورشيد باشا. الحكم الهزيمة بكوفريدو ده 1807. كده مين عندك أول حاجة؟ هناخد مين؟ أول تأثير سياسي هتاخد مين يا حبيبي بقى؟ اللي بعده يا باشا. طبعا بالإجابات مش معنى غير به، عشان بس أنا ما عملتلكش عليها علامة ولا معلق. اللي بعده جاء في قرار أو تقرير القنصل الفرنسي في مصر كونت ميدام إن إيرادات الحكومة المصرية 38 بلغت 3,600,000 بينما كانت مصروفاتها 2,800,000 رغم كل مما تم صرفه على مشروعات في الداخل وعلى الجنود بجهات
بجهاد القتال بدحيل المجاهد بالتقرير ان سيدنا محمد علي حقق هدفه من خلال يا سيدي محمد علي ما شاء الله خلى الدولة بتاعتنا قوية جدا، وما شاء الله خلى عندنا دولة بقول لك ايه ايراداتها اكتر من مصروفاتها، خلى صادراتها اكتر من وارداتها، فخلى الميزان التجاري في صالحها. الإجابة عندك هتكون مين؟ د. رغم تشابه فلسفة نظام الحكم في مصر خلال الحكم العصر العثماني مع عصر محمد علي انهم اختلفوا في ايه؟ طبعا الاتنين شكل بعض ان هما الاتنين حكمهم فردي مطلق مستبد. طب الاختلاف عندك بقى في ايه؟ القوم بالنظام النيابي الحقيقي ده ما كانش فيه نظام نيابي حقيقي، كان بس شكلي وخلاص. مشاركة طبقة وسطى مصرية ده المصريين شاركوا في الحكم في عهد محمد علي يا باشا. المجلس المشهور، المجلس العالي، كان بيخشوا المصريين على فكرة. فصل السلطات ما كانش فصل السلطات ولا مبدأ مكرمة مبدأ لهم وزير السلطة مش بعد غير بيه. بعده 9 نستدل من تنفيذ فرمان 41 على محمد علي وفشل تنفيذ من 106 على ايه؟ ضعف قدرة القدرة العسكرية ملهاش أي علاقة على فكرة. لو أنت ناس هفكرك بكل بساطة. يبقى يا سيدي محمد علي 104 اتنفذ على إنه كان بعد معاهدة لندن فكان مضطر ينفذه. 106 إن الشعب المصري كان رفض فما اتنقلش سالونيك فمالهاش علاقة بألف. طب غير موقف إنجلترا موقف كان مختلف. فرمان 41 كان معايا على فكرة. فرمان في الاتنين إنجلترا كانت ضد محمد علي موقفها ما اختلفش. طب التأثير بظروف السيادة الدولية يا باشا والله، لأن لندن ده أو فرمان 41 ده جه بعد لندن. اللي بعده ساعة المحافظة على الهوية المصرية كان عمرو إسماعيل. حافظ الهوية المصرية إن يواجه مجالس المدارس التبشيرية، واللي واجه المدارس التبشيرية في إسماعيل هي الجمعية الخيرية الإسلامية. اللي بعده بيقول لك يا سيدي رقم 11 أي جانب من خلال حكم إسماعيل تأثرت سلبا نتيجة التخلص من فرمان 40 حاجة تأثرت بالسلب. ما خلي بالك اللي تأثر بالسلب لما تخلصنا من فرمان 40 كان يمسها بقى القوة العسكرية. يقول لك بالعكس بعد إسماعيل القوة العسكرية كانت زي الفل. لا يا مس ما تجيش زي 18 مس، ما أنا مش فاهم حبيبي. ما بعد فرمان 41 ده أو نتيجة تخلص فرمان 41 يعني إسماعيل بكل بساطة خد فرمانات جديدة. ما هو إسماعيل خد فرمانات جديدة عشان يتخلص من قيود فرمان 41 وعودة لندن. فاللي انضر عندك بقى قوة عسكرية زي ما بقت 30,000 جندي. قدرة عسكرية هي بقى في ديون عندنا فهنسيب دي شوية. وده ثقافي بقى زي الفل، بقى في كمان صحف وفي جمعيات وعقود خارجية ما جابش السيرة بالعكس جايب عندك مين هيكون بيه ديون. 12 بيقول لك يا سيدي تبدأ تطور البناء والتشييد داخل القرن الأفريقي بوجود المصري بإيه؟ استنى بس بالراحة. تبدأ البناء والتشييد فيه هم شايفوا يمس هم عملوا مساكن صحية صح؟ المساكن صحية وكمان عملوا وحدات صحية وعملوا مستشفيات. تمام. طب ايه بقى تاني يا سيدي؟ يبقى ارتبط تطور البناء والتشييد في عهد اسماعيل في القرن الافريقي بايه بقى يا باشا؟ هتقول يبقى عندك الاجابة يا باشا ب تحسن اوضاع صحية ما كلها مستشفيات ووحدات صحية الى اخره. طيب سمعك اللي بتقول لي خدتها جيم باشا. السلم الاجتماعي عندك في مجلس الصلح في دار الازهر لو كان في عداله اجتماعيه او كان في اقول لك يا باشا اللي هو مبدا المواطنه كنت خدتها اللي هي مثلا هو برضه زي في التشييد هم عملوا مساجد عملوا كنائس في مبدا المواطنه. اللي بعده سؤال 13 بيقول لك يا سيدي بدحيل العمله العسكريه التي ادت الى قيام ثوره عربيه يمكن القول انها مجمل كانت المجمل لسياسه ايه؟ العمله العسكريه عندك كان اللي هو الكسرة التركية وده كان مرسوم 31 اللي كان مطلعه عثمان بن الشركسي. وكمان يا سيدي التسريح اللي هي حضرتك عندك من جنود التقاعد ده بسبب قانون التصفية اللي عندك. تمام. يبقى الكلام عندك بقى مين يا سيدي؟ هتكون يا مس عندك بقى مين؟ ها يلا خدها عندك يا باشا. هاخدها يا سيدي عثمان بن الشركسي رسوم 31 يوليو 80 وقانون التصفية اللي خلاهم بيحرقوا التقاعد ووصل الجيش ل 12,000 جندي. فالإجابة عندك هتكون د. طيب اللي بعده سؤال رقم كام بقى يا باشا؟ سؤال 14 بيقول لك الخوف يدفع للهزيمة أحيانا. تأكدت تلك المقولة هتصير عربية خايفين فجاء الهزيمة. طيب دي جت منين؟
كده عندك يا باشا الناس خايفين فسلم نفسك يا عرابي، دوك عصر النظامية اللي وصل بيهم الوضع طلع من عرابي اللي نفسه الإنجليز. بالإجابة عندك إيه؟ 15 في قادة فرنسا لحسن تقدير الموقف رغم معرفتها بنوايا إنجلترا في مصر. ما كانتش مقدرة الموقف كويس رغم إن هي كانت عارفة بنية إنجلترا في مصر. إيه بقى يا سيدي؟ هل شاركت مع إنجلترا في رسائل مذكرة مشتركة أولى؟ ملهاش علاقة، هي عايزين حاجة عملتها غلط رغم إن هي عرفت إنجلترا. وقف ضياع تغطية قرن السنة أعتقد يا مصر. إزاي يا حبيبي؟ مش بعد ما قالوا البند بتاع الاستانة اللي هو مذكر النزاهة. تعالى تنفرد أي دولة منفردة بالشؤون المصرية سواء بالاحتلال أو حصول جزء من الامتيازات دون أن تحصل مقدمة على ذلك. فجه مندوب بريطانيا وتجبرت إلا إذا حدث ما يؤدي إلى ذلك. وفرنسا وافقت. يبقى أنت كنت عبيطة يا فرنسا، أنت عارفة نيتها كويس، إزاي وافقتي إن هم يعدلوا ويحطوا البند ده عندك؟ الإجابة عندك هتكون ب 16. بيقول لك يا سيدي جاء، استنى بس نجيب مع بعض كده ده كويس. جاء يا باشا بأفكار دافرين ألا تولى إنجلترا حكم مصر مباشرة. نستطيع قولا أن إنجلترا ستحقق هذه الفكرة من قبل عندما ماشي فرنسا حاولت تعمل الكلام. فرنسا ولا إنجلترا حاولت تعمل كده في مصر قبل كده عندما يا سيدي هي والله يا مصر عندما ساعد العزل محمد علي. فين ده يا سيدي؟ مش كانت بريطانيا قبل كده ادى السلطان العثماني يشيل محمد علي وحط حد تبعه اللي هو كان محمد بكر الألفي أو أي ولي آخر اللي جاب عنك تنفع به. والفكرة دي حلوة جدا 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 وعجبتني أوي أوي أوي. احنا مش هنطلع مباشرة بس حط ناس تبعي في الحكم. وده كان بيطبق على مين؟ محمد بيك الألفي. قامت انجلترا بلحظة نشوية بعزل كرومر وتعيين جولستون تهديد الموقف وإخماد حركة وطنية، لكن ذلك لم يتحقق لها بدليل إن معرفش يهدي حركة وطنية لأن ما شاء الله مصطفى كامل كان مكمل في جهوده يا سيدي وكان بيروح للدول الأوروبية يعرفهم بدل مساوي احتلال بريطانيا يا سيدي. الإجابة عندك هتكون إيه يا باشا؟ هتكون هي هل انضمام عباس حلمي للحركة الوطنية ما حصلش؟ السمار ده فرنسا سابته يا حبيبي والله قبلها، ده كانت سايباها بدري شوية، كانت سايباها 4 في الوفاق الودي. فلا تنازل جورز عن صوت الفعالية، جورز ما تنزلش. تنظيم جهود وطنية ضد الإنجليز مش هينفع عندك غير ده. اللي بعده يا سيدي لأن كامل عمل بعد لو أنت ناسي كويس إن كان بعد شوية عمل الحزب الوطني 1907 فده تنظيم جهود وطنية وعمل كمان جريدة عالم إسلامية أسبوعية. اللي بعده يا باشا 18 يستثني من سيد مصطفى كامل في حركة وطنية ضد احتلال بريطانيا. يستثني عايز حاجة ما عملهاش، هو اعتمد على الأسلوب الإيه؟ كده عسكري. كامل ما استعملش العسكرية تماما، راجل كان طريقة دبلوماسية. احتاجت صيغة المصريين بعد مذكرة مشتركة تانية لخير توفيق في قيادة مين؟ اللي هو كان سلطان باشا بتاع مجلس النواب يبقى سلطة تشريعية. اللي بعده السؤال كام يا سيدي بقى؟ السؤال رقم كام؟ رقم 20. ايه هناخد خلاص 20؟ خلاص خلصت ايه؟ اقرا تاني 19 بجد اقرا من اصلا انت عملت كده بالظبط. جيت شفت مذكرة مشتركة تانية وتثق بس سلطان باشا تشريعية. انا عارفك عملت كده وانا عملت زيك بالظبط وانت زيك جحش هتكمل اللي بعده على طول. اقرا تاني يا باشا وركز يا بيه في اللعب في الالفاظ يا باشا. اهتز ثقة المصريين بعد وصول مذكرة مشتركة تانية للخديوي توفيق في قيادته الايه؟ كده عايز بعد مذكرة مشتركة تانية توفيق قاد ايه؟ توفيق تولى رئاسة الوزراء بنفسه الحكومة، يبقى سلطة تنفيذية يا اخويا مش تشريعية. ولا يشترك ركز الأسئلة التافهة دي بتقعك على وشك يابا والمصحف. كمل يا حبيبي كمل يا حبيبي كمل يا بابا. عشان بيقول لك جاء في رسالة المنتدى البريطاني في مصر الحكومة المصرية في نوفمبر 14 إن السلطة الآن في مصر أصبحت في يد القائد العام وأصبحت بريطانيا حق بالدفاع عن مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة. كانت تلك الرسالة نذير بقيام إنجلترا بإيه؟ إيه ده يا مش ده بيتكلم أثناء حرب عالمية؟ يا باشا كل مضى على الجملة إن كل حاجة في مصر تحديد بريطانيا. ده مقصود بيه إيه؟ مقصود بيه حماية بريطانية يا باشا. كلمة حماية بريطانية معناها إن خضوع مصر التام لسيطرة بريطانيا يا حبيبي. الإجابة عندك بيه. السؤال بعد 21 بيقول لك إيه؟ حدثت استنى معلش.
أحداث ثورة 19 أكبر تغير اجتماعي في التاريخ. خروج المرأة يا باشا. أي أحداث تالية ينطبق على هذا الأمر. خروج المرأة يا باشا. خروج المرأة يا بيه. خد إيه يعني؟ خد يا باشا دور المرأة في الثورة من غير ما تفكر فيها. لا بس فكر عادي، أنا بهزر، فكر أنت عادي. جاء برفقته برقية إلى اللورد الليمبي لكروزن 24 إنني أعتقد أن سعد زغلول الآن في حالة من الزحف والترفع عن الموقف الأمة المصرية، وأنه لابد أن يتعرض لضربة كضربة عرابي باشا ليعود لنفسه. جاهزين رسالة في عقاب إيه؟ بص هو بيتكلم هنا إنه محتاجين يضربوا ضربة لسعد فيوقفوه زي ما وقفوا عرابي بالراحة. قال بيقول لك ظهور الانتخابات العامة في مصر. هي فعلا الانتخابات العامة في مصر فاز بيها حزب الوفد بالأغلبية نفس سنة 24 دي. كانت وزارة الوفد كانت ماسكة عندك يناير 24 لو أنت ناسي يعني. أول وزارة الأمة بتاعت سعد زغلول، فتنفع دي. طب كسب تأييد المجتمع الدولي بضمان الصلح. سعد ما كسبش تأييده فده ما حصلش. فشل مفاوضات سعد منر أصلا كانت قبل 24، كانت أصلا سنة 20 يا مصر والله. فدي لأ، التاريخ بيختلف. الحياة البريطانية وإحلال استقلال مصر ده كان تصريح 22 فبراير 1922، فده برضه لأ، مش هينفع عندك غير ألف، وده بيدل على مين؟ التاريخ يا باشا. كمل اللي بعده. السؤال 23 بيقول لك إيه؟ بيقول لك انقسم فريق التفاوض المصري بشكل مؤثر 30. فبعضهم أطلق على المعاهدة الشرف والاستقلال، وبعضهم يرى في المعاهدة فيها عهد جديد وأن الكفاح من أجل الاستقلال لم ينتهي بعد. جاءت معظم البنود المعاهدة تؤكد بعد نظر الفريق التاني باستثناء البند الخاص بإيه؟ الفريق التاني اللي كان شايف يا ستي إن لسه في كفاح لحد ما استقل يعني. الكلام ده كله بيقول الكلام الفريق التاني كلامه صح، ما عدا يا باشا عندك بالراحة. فأقول لك إيه معايا؟ شروط القوائم الخارجية كده مصر مستقلة فلا. طيب اللي بعده وجود تواجد قوات بريطانية في قوات متواجدة في قناة السويس من قوات بريطانيا. تنفع دي مصر لسه محتلة فلسه هنكمل استقلال. نكمل يعني كفاية ناس. طب كمل. وضع إدارة الحكمة في أرض السودان. ما هم رجعوا تاني مصر موجودة وبريطانيا موجودة فلا. إنما مصر وعضويتهم متحدة عضوهم يعني، فبرضه مصر مستقلة برضه لا، مش هيبقى عندك غير مين؟ ب. لسه الكفاح ما انتهاش عشان عندك يا باشا في قوات في قناة السويس. 24 بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك جاء في بيان مصطفى النحاس من البرلمان المصري في اكتوبر 51 ده بتاع الغاء المعاهدة ده. أعلن عن قطع المحادثات بين مصر وبريطانيا إذا ثبت عدم جدوتها، وأعلن عن إلغاء معاهدة 36 واتفاق الخاص بالسودان عام 99 يعني الحكم الثنائي اتلغى يا باشا بينه وبينكم، وكمان نلغي المعاهدة والغاء جميع المميزات اللي حصل عليها القوات البريطانية في مصر. ترتب على هذا البيان يعني خدت بالك إلغاء المعاهدة بيجيبها كل نموذج بيجيبها وبتيجي كل امتحان ثانوية عامة وبقول لك بأمر هتيجي السنة دي أنت بقى ذاكرها؟ أراهنك لو ذاكرتها، أراهنك لو ذاكرتها. كمل. اختلاف سياسية ما حصلش، هي إطلاق الحرية الشعب المصري. الإجابة عندك هتكون مين؟ هتكون جيم صح؟ يلا اجري خدها، اجري يلا خدها يا ولد اجري خدها. إيه خدتها؟ خدتها فعلا كده، خدتها فعلا مش مبالغة. لا بس إطلاق الحريات العامة، حريات عامة ولا حرية عامة أطلقها نحات شعب مصري سنة 50 يا أخويا، مش الغاية يا حبيبي معاهدة 36. أمال إيه يا مس؟ هتبقى دال يابا. وقوع اضطرابات في مدن القناة والقاهرة. الإسماعيلية يا حبيبي اللي حصل 25 وحريق القاهرة يابا 26. الإجابة عندك ده وركز لا يسترك يا رب تفرح يا رب. يا رب يا أخويا تجيب في العربي 79.5، مش عارفة ده رقم إعجازي لو جبته تبقى أنت أول جمهورية، فيا رب اطلع أول جمهورية. كمل معايا. 25 طبعا تبني ثورة 20 يوليو للاستفادة من الحياة الحزبية يا حبيبتي. هما مصر كانوا رافضين يخشوا أي حلف عسكري ورفضوا ينحازوا لأي كتلة شرقية غربية أو يا ستي كمان شرقية وغربية. طب الحفاظ على مكتسبات مصر الاقتصادية؟ لا. بناء مصر قوة عسكرية وسياسية؟ لا. تجنب التعرض ده احنا ما شاء الله بسبب اللي قلنا ده تعرضنا لعدوان ثلاثي فلا. تبني فكرة الحفاظ على القومية العربية يا مس والله. ترجم عندك ده الاستبعاد على فكرة، جبنا الاستبعاد على فكرة تماما يعني. 26 بعد بقى بيقول لك يا سيدي، بيقول لك كل مانويل فولديس مانويل يا فين ايام مانويل جوزيه. طبعا انتوا جيل جديد ما تعرفوش مين هو مانويل جوزيه، ده حد اسطوره كده والله. نكمل يلا. كان مدرب نادي اهلي
ايام الجيل الذهبي بتاع بطريقة بقى وبركات وجilberto وفلافيو والنحاس وعماد متعب وائل جمعة ومحمد شوقي والله يرحمه بقى محمد عبد الوهاب كان باك ليفت وقتها وسيد معوض وليلة. لو سبتني اتكلم في الكورة مش هسكت، فنكمل مع بعض يلا. 26 بيقول لك ايه؟ الكورة مانويل فولتيس، الثورات مؤلمة في أي مكان حيثما يوجد الدماء والقتل. خرجت 16 يوليو، فاكر لو قلت لك كذا مرة اسمها الثورة البيضاء، زوايد ثورة مفيهاش دم. وعن هذا النهج نتيجة ايه؟ طيب ليه ما كانش ثورة فيها دم يا سيدي؟ رغم المصريين في حدوث التغيير، لا أصلا اللي عمل الثورة مش المصريين، ده كان الجيش المصري، فلا. استجابة الملك لتوجهات الضباط، الملك سمع الكلام ومش من الحكم واتنازل على عرش ولي العهد ابنه احمد فؤاد التاني وتركز مرة رغم وساخة فاروق، بس الميزة عنده ان الراجل خد بعضه ومشي بكل ادب وما خدش مصر بصراعات. قال حتى بص الباقي عدم وجود قوات بريطانية في مصر كانت موجودة لسه في مصر، كانت موجودة يا حبيبي في منطقة القناة، موجودين يا حبيبي لسه. لما بكى احنا لغينا كل اللي وقعنا في كتر الجلاء بعدها. تأييد الاقطاعين المصريين للحركة لا مالهاش علاقة، ده الاقطاعين يأيدوا 23 يوليو، لغد الاقطاع أكيد لا طبعا، استحالة جيب عندك دي. 27 الاستقلال مع الارتباط، ده كان الحتة اللي قالها الحكومة الرابعة بتاع جيموليه في فرنسا، في جمهورية فرنسا يعني في الجزائر، لما قالت لهم 3 اختيارات، يا إما الاستقلال التام، لا ده جورج جون آسف، يا إما الاستقلال التام، يا إما الاستقلال البقاء التبعية، يا إما يا سيدي إيه تانية دي، يا إما الاستقلال البقاء التبعية والاستقلال التام، يا إما الاندماج مع فرنسا. طيب تعاد العبارة السابقة أحد عروض قادة فرنسية عقب حرب مدنية نشرت يقول من شوية، نتج عن رفض الجائزين النهائية يا ستي. بس هم رفضوها بكل بساطة. حصل ايه؟ حصل ان هو خلاص وقالوا خلاص يبقى نجيب سكار تاني، فساعتها في شوية ناس ما عجبهمش حكم ديجول اللي هم المستوطنين في الجزائر وبعض الضباط في الجيش الفرنسي، عملوا ما يسمى بمنظمة الجيش السري والذي أبادت الآلاف من المسلمين الجزائريين العزل. هل تغيير فرنسا السياسة الاقتصادية في الجزائر ما حصلش؟ أعلان ثورة جزائرية كده أصلا من قبلها 54. ظهور تطبيق العملي للفكر الفرنسي المتطرف OMS والله اللي هم الجيش السري اللي كانوا بيبيدوا المسلمين العزل. يجب على النجيب. 28 الوقوع خير من العلاج، المقولة الشهيرة طبقتها بريطانيا لمواجهة أهداف الحملة الفرنسية. الوقوع خير من العلاج، أحمي نفسي أحسن ما أقعد أعالج بعد كده يعني. حاجة وقائية حماية على الكويت كان 99 800 لا مش حملة فرنسية. حماية على مسقط 91 برضه مش حملة فرنسية. محاصرة حركة وهابية لا هي جزيرة بريم لما خدوها تحسبا لمجيء فرنسا عن طريق البحر الأحمر. طب اللي بعده 29 بيقول لك يا سيدي تجلى بوضوح عند احتلال فرنسا لمراكش، شفنا بوضوح لما فرنسا خدت مراكش حصل بقى يا سيدي ايه؟ تراجع ده في عثمانية، وعثمانية أصلا مالها ومال مراكش يابا؟ المغرب ليست عثمانية. الإجابة أكيد مش ألف. طيب كمل معايا. هل يا سيدي هناخدها يا باشا سياسات المستعمرات الاستعمارية مثل كان في صفقات على مراكش؟ ده كان في صفقات 1902 إيطاليا خدت ليبيا و904 وفاق ودي، لا كان في صفقات. الإجابة عندك ب. طيب اللي بعده اختلف الموقف الإنجليزي عن وجود إيطاليا في ليبيا في أواخر عقد رابا. فوق تاريخ عقد رابا ده من 40 ل 49 1900. تاني اختلف الموقف الإنجليزي في وجود إيطاليا في أواخر عقد رابا. آخر الفترة دي عن بدايته بسبب إيه؟ بص، بريطانيا في أول الاحتلال الإيطالي لليبيا كانت معاهم زي الفل وكانت بتساندهم. في الآخر كانت ضدهم. طب ليه بقى يا سيدي؟ عشان بكل بساطة إيطاليا خدت مصر أو ليبيا قاعدة الغزو مصر وراحت رايحة واخدة الحبشة عشان تحاصر إنجلترا في مصر، صح؟ لو بالظبط. طيب بجد بقى يا سيدي هل تهديد الملك فاروق تأييد الملك فاروق لإيطاليا؟ ماشي هو أيدهم فعلا بس ده ما كانش سبب اختلاف موقف إنجلترا. تهديد طريقة إنجلترا للبريطانية لا مفيش. محاصرة وجود إنجليزي في وادي النيل OMS والله ما فعلا حصروها، معاهم الحبشة من تحت وكمان معاهم ليبيا من الجهة التانية. طيب 31 بيقول لك إيه بقى يا سيدي؟ بيقول لك أي من الآتي يخرج عن كونه مخطط لتقسيم إنجلترا وفرنسا أثناء الحرب العالمية. مين مش مخطط؟ مش مخطط هو أثناء الحرب العالمية ده كان سايكوز بيكو، كاتباها غلط مش هعدلها.
طيب الشمال العراق والبصرة، بص الشمال العراق ده ولاية مين؟ ولاية البصرة. لا مس، هو لو سمعت دلوقتي البصرة لا دي الموصل. جدع ولا جدع ولا، قلتها في حصة الخرايط، اوعى تنسى الخرايط دي بالذات. شمال العراق والبصرة ببغداد. طيب هي شمال العراق والبصرة مين؟ اللي جمس والله اللي كانت يا ستي كانت ضمن التقسيم فعلا. طيب هو بغالك ايه بيقولك بيلغوا على التقسيم، دول كانوا في التقسيم فعلا. لكن دي كانت مع الموصل، دي كانت مع فرنسا، والبصرة وبغداد دول كانوا مع انجلترا. ساحل سوريا غرب دمشق ده كان برضه ضمن التقسيم يا ستي، ولا كان مع فرنسا. منطقة بلاد الحجاز ورياض هي شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية ما كانش في تقسيم، هو التقسيم كان هي الخصيب. دي كانت مين؟ عندك منطقة مين؟ منطقة سوريا ولبنان والعراق. صحراء العراق وشام لا طبعا فهاخد جيم، ملهاش علاقة، أصلا المنطقة دي وقتها كانت مع عبد الرزاق آل سعود. آل سعود كان عامل دولته وقتها. طيب كمل يا باشا معايا. تعدد أشكال الاستعمار في البلاد العربية، في بين حماية واحتلال وانتداب ووصاية. يمكن نظام انتداب بدأ ظهوره في منطقة عربية في بلاد مين؟ انتداب بريطاني وانتداب فرنسي، شفناها بمنطقة بلد الشام. انتداب فرنسي على سوريا، وانتداب فرنسي على لبنان، وانتداب يا ستي بريطاني على العراق، وانتداب بريطاني في فلسطين. فانتداب ده شفناه عندك في فرنسا مع سوريا، اكتبوها زي دي هي، ولبنان وانجلاند مع العراق ومع منطقة الشام. دول مع بعض، كان اسف الشام والعراق وفلسطين، انا اسفة جدا. دول مع بعض اسمهم ايه؟ السائلة هناك هي الخصيب. كمل معايا. 30 بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك ظهر موج الشباب بنتائج ثورة 19 في مصر وثورة سورية الكبرى 25 في ان بكل بساطة بعد الاتنين. ايوه حصل ايه يا باشا بعد الاتنين؟ حصل ايه بعد الاتنين؟ ان المستعمر بدأ يتكلم معانا. يعني ايه مش فاهم؟ ما انت بعد نتائج المعاهدة دي، مع نتائج ثورة 39 16 انا اسفة في مصر، بردها اضطرت انها تفرج عن سعد زغلول وسمعت لي يروحوا مؤتمر الصلح، وبقت لجنة مني اللجنة الشعب عطاها، فنعمل ايه؟ نتفاوض. فدخلنا بدل المفاوضات. طب ثورة سوريا الكبرى يا سيدي قال لك برضه رغم القمة والشدة بس بدأوا يتفاوضوا معايا، وقال لك ساعتها ايه؟ ان الطرفين وقعوا على النقيض، فهم عايزين استقلال دولة سورية. الحكومة يعني حكومة الثورة الفرنسية السورية عايزة ايه؟ دولة سورية دستورية برلمانية مستقلة. بس فرنسا عايزة بقاء اليد العليا لفرنسا في سوريا رغم قيام دولة سورية مستقلة. فالاتنين كان في طرفين نقيض، مش بناء كذا مرة مع بعض. إن حكومة فرنسا في سوريا كطرفين نقيض زي حكومة مصر بمفاوضات صعد منه. يا جماعة تكون يا سيدي حال بداية ظهور دولة مدنية حديثة ده في مصر بس. انتهاء التغليب النزعة الدينية الطائفية الدينية لا بالعكس، ده مصر كان سوريا فيها زي في لبنان، يعني بلاد الشام لبنان عندك فيها مشكلة طائفية. إجبار المستعمر بقبول المفاوضات مصر والله يجي. طب اللي بعده يا باشا سؤال كام يا بيه؟ سؤال 34 بيقول لك إيه؟ بيقول لك بسم الله معاهدة 30 معاهدة بورسموس 48 حلف بغداد اللي كان 55 سلسلة اتفاقيات جمع بين العراق وبريطانيا يظهر فيها عامل مشترك كلها بين بريطانيا كلها ليها دور في العراق لسه موجودة. حب اعتراضك؟ هل اعتراض في استقلال العراق تام؟ أكيد لأ. فاز بريطانيا بمزايا في العراق مش والله. بورسموس دي حفاظ بالقاعدة الجوية. معاهدة 30 برضه قوات بريطانيا في بعض المناطق. حلف بغداد كان حلف بيضم بريطانيا والعراق وتركيا. يا جماعة عندك بيه. 35 استيقاظ قال بأن بالرغم من سياسة الاستعمار لضعف فكرة القومية العربية لأنه في نفس الوقت ساعد في إحياء القومية بطريقة غير مباشرة. إزاي يا سيدي؟ إحياء القومية العربية هل نشر الثقافة رسالة نشرها؟ لأ طبعا. قد تقديم مناهج التعليم بس ما عملش كده. كشف التاريخ العربي المشترك وتصدير تقدمه وتصدير تقدم علمي. من أهم الناحية القومية عندك تقدم وسائل الاتصال الفكري زي أصحاب أطباعه. تقدم وسائل المواصلات. 36 جاب مقر سعد زغلول في جريدة الأهرام 24 عن طريق المثلى لتحقيق وحدة عربية، أي أن يعقد حلفا بين أمراء وملوك البلاد العربية أساسه أن كل حكومة تكون ثابتة في استقلالها في إدارة شؤون بلادها مع الاتفاق على صيانة استقلال البلاد العربية من كل تهديد ولها والتعاون على إنقاذ البلاد العربية من الاحتلال.
تستطيع القول أن هذا المقترح يحقق بعد عقدين بعد 20 سنة. يعني أنا زايد اللي عمل الوحدة بينا مصطفى النحاس هو اللي عمل جمهورية عربية. واللي بعده 37 بيقول لك إيه يا سيدي؟ بيقول لك إيه؟ فلسطين العربية هذه حقيقة تاريخية ساعدت الصهيونية بالتعاون مع الدول الكبرى لمحوها. أي الأساليب اليهودية تم استخدامها لتحقيق هذا الهدف قبل حرب عالمية تانية. قبل حرب عالمية تانية تهجير السكان من العرب. هم مهاجروش السكان، تغيير تركيب سكاني. تنفع على فكرة. تنفع في ايه؟ تنفع في كتاب أبيض الأول اللي كان سنة 22 لما قالك فتح باب فلسطين أمام الهجرة اليهودية، لما قالوا فيها ضرورة زيادة على الطائفة اليهودية في فلسطين. الإجابة عندك رقم ب. طيب اللي بعده يا سيدي ايه بقى يا باشا؟ قال لك سؤال 38 بيقول لك بسم الله زي ما انت معايا معلش. أي من الآتي يستثني من أسباب رفض العرب لقرار لجنة بيل؟ إيه اللي مش من أسبابه العرب رافضين لجنة بيل؟ غير بالراحة. هل يا سيدي منهج اليهود أفضل اليهود سيطروا على القدس؟ أصل اليهود ما كانش معاهم القدس كانت مع بريطانيا. فهي الإجابة دي غلط أصلا، عايز إجابة غلط. من الصعب تصور أن إمكانية نجاح الحركة الصهيونية في تحقيق هدفها بمعزل عن الدعم الذي تلقيه من الدول الكبرى والذي جعل الدولة اليهودية أمر واقع في فلسطين. ظهر حقيقة تلك الحقيقة بوضوح خلال بتفكر فيها يا باشا. بفكر إن من الصعب نجاح حركة صهيونية في تحقيق هدفها بمعزل عن الدعم لازم الدول الكبرى. يعني ده الصهيونية ما تعرفش تعمل هدفها لوحدها بين الدول الكبرى. جعل الدولة اليهودية أمر واقع في فلسطين. ظهر تحقيق اللي فات ده يا باشا بوضوح من خلال تقسيم لجنة بيل دولة صهيونية بوضوح. لأ، تقسيم 47 ما كانش في دولة لسه. قرارات صهيونية في منطقة بلطيمور وفعلا كان في أركان الدولة اكتملت. أركان الدولة توقيع عرب هدنة مع اليهود. أقول لك والله يا مس إن كان برضه في الدول الكبرى دي في ناس في هدنة مدروس كان قبلها الدول الكبرى يعني وافقوا ووقعوا على الدول الكبرى اللي كانوا بيسموها هناك ضمان حدود جديدة لدولة إسرائيل. ضمان الحدود كان من قبل إنجلترا وفرنسا، صح؟ لك طب كده بقى يا سيدي ناخد بلطيمور ولا يا باشا هناخد توقيع عرب لهدنة مدروس؟ خدها بقى انت يا باشا. سامعاك اللي رحت وجريت خدتها لي رمز جيم غلط. ايه ده ليه يا باشا؟ هقول لك جيم دي بقت فيها أركان الدولة موجودة بس يا حبيبي ما جعلش اليهود أو الدولة اليهودية أمر واقع. الدولة اليهودية بقت أمر واقع معناها الدولة موجودة. أمر واقع في الدعم بعدها. هقول لك إن بعد ما قامت حرب فلسطين الدول الكبرى جم ودعموا الحدود الجديدة لدولة إسرائيل، صح؟ يبقى كده جعلوا الدولة أمر واقع وتوقيع كمان الهدنة معاهم. قلت ده خلي بالك ده شبه اعتراف من العرب كده بوجود والله يا ستي الكيان الإسرائيلي في فلسطين رغم الدول العربية كانت رافضة وجود ليهم. فالإجابة عندك مين؟ دال. والسؤال ده حلو جدا 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 يا سيدي. الإجابة عندك دال. اللي بعده السؤال 40 بيقول لك إيه؟ الخروج العسكري الأخير لبريطانيا من أرض مصر جاء نتيجة إيه؟ خروج عسكري لبريطانيا قرار التأمين. ده مش خروج عسكري يا حبيبي، ده خروج بريطانيا من مصر مش خروج عسكري، ده آخر خروج بس مش عسكري. والفكرة دي جت قبل كده في ثانوية عامة لما قال لك إيه؟ تم قص ذيل بريطانيا من مصر. كان خارج يا باشا. الإجابة جيم فشل عدوان ثلاثي. ليه يا ميسي مش توجه الجلاء طلعوا صح بس رجعوا تاني بعدوان ثلاثي 56 صح؟ قال لك تمام. لما فشل عدوان ومشوا كلهم فده يا باشا آخر خروج بريطانيا عسكري من مصر فشل عدوان ثلاثي. 41 بيقول لك إيه؟ الصورة المقابلة تعبر عن الصراعات بين الشيوعية والرأسمالية حيث ارتبط الصراع بينهما حول المناطق الاستراتيجية في العالم. بإيه بقى يا سيدي؟ معايا بالراحة. هل بيسيطر إسرائيل على كل فلسطين؟ إيه ده؟ إزاي دي يا مس؟ مش فاهماها بصراحة. هقول لك إن يا باشا اوعى تنسى إن سبب دعم الولايات لليهود أو لإسرائيل في عدوان 67 إنها عايزة تقضي على الشيوعية اللي في المنطقة، صح؟ وعايزة تحاصر السوفيتي من الجنوب. فاحنا شفنا الكلام ده فين؟ في عدوان 67. طب ما هو ناتج عن عدوان 67 إسرائيل على فلسطين كلها
اجزاء من مصر، اجزاء يا ستي من سوريا، واجزاء من الاردن. يبقى اللي جايبها عندك هتكون الف. اللي بعده 42 بيقول لك يا سيدي، بيقول لك يقول موشي ديان وزير الدفاع الاسرائيلي لقد كانت القوات المصريه احوج ما تكون لاختبار كفاءه التدريب والمعدات واعداد وتنظيم وصقل القياده واكتشاف مدى قوه النظام الدفاعي شرق القناه واسلوب التغلب عليها، وقد تحقق المصريين ما ارادوه. جاء كلام موشي ديان في اطار تقييمه ايه. موشي ديان بيتكلم عن ايه يا حبيبي؟ بيتكلم ان احنا بكل بساطه نجحنا ان احنا يا ستي نقضي او نتخطى على كل الكيانات اللي كانت موجوده. بيقول لك كده كان معناش بالراحه، محتاجين ندربوا القوات ونطور المعدات وننظم الصف ونظبط القوات الدفاعيه شرق القناه. ايه؟ تظبيط قوات دفاعيه شرق القناه. الله، طب ما دي خطه المازن العاليه، سعد الدين الشاذلي. بس حرب استنزاف؟ لا يا باشا، دي مش حرب استنزاف، ده في خداع استراتيجي يا باشا. في حرب 73، بس دي علاقتها بين يكون عندك في خطوط دفاعيه وصواريخ موجوده على شرق القناه يا حبيبي. لا طبعا. طيب دراسات هيئه العمليات اللي هي بتاع الجمصي بتاع توقيت الحرب، على فكره انت واخد بالك كويس، قلنا كذا مره ان الجمصي ده وتوقيت الحرب له علاقه بعنصر المفاجاه. اللي جاي بعدك انت الغلط هاخد بقى مين يا سيدي؟ رمز الف. اللي بعده سؤال 43 بيقول لك بسم الله، بيقول لك أدركت إسرائيل خلال حرب أكتوبر 73 أن الدفاع أصبح حيويا لبقاء على قيد الحياة، هو ما كانت ترفضه قبل الحرب. قبول إسرائيل لهذا الأمر جاء نتيجة إيه؟ إسرائيل قبلت مبدأ التفاوض نتيجة إيه يا حبيبي؟ بالراحة. هل نتيجة اتفاق على الجيش العربي؟ والله أنا متفق عاديا، بس ده مش جديد علينا. طيب بالراحة. موقف دول الشمال الأطلنطي اللي هم يمس حصل في شرخ بسبب ان هم رفضوا دعم الولايات؟ لا يا ستي، مالهاش علاقة بإسرائيل. استغناء عن قطاع البترول ده ضرر مين؟ ده ضرر الولايات. تقويض أسرة قضائية يا مس، هي ده اللي إن شاء الله إن ده أكتر حاجة ضرر إسرائيل. كانوا دايما بيلعبوا على نغم التفوق اللاواعي فرض إسرائيل، وده ما حصلش، ده بيقلل من تفوق عدد العرب. فاحنا قدرنا إن احنا يا ستي نغلبهم وناخد منهم أسرى ونقتل عدد كبير جدا منهم يا سيدي. جاب عندك دين. طيب اللي بعده، أي من الآتي يتشابه مع دستور 30 في صلاحيات رئيس سلطة تنفيذية؟ إيه ده؟ مش دستور 30 ده عندك اللي كان مزود من صلاحيات الملك؟ تمام. دستور كام يا باشا اللي كان مزود من صلاحيات الملك أو الحاكم؟ طبعا يا باشا نوفمبر 2012 بتاع الرئيس محمد مرسي اللي زود من صلاحياته. الإجابة عندك مين؟ جيم. كده يا حبيبي نكون خلصنا الاختبار السادس. بالتوفيق إن شاء الله يا حبايبي، واستنى نزول النموذج رقم 7. سلام يا شباب.